تألق النجم العالمي القادم حمزة عبد الكريم ابن مصر ضد الكسر، جونين مع برشلونة النهارده. بصراحة الواد حمزة رايح في حتة ان شاء الله بأمر الله تكون بعيدة جدا، بس عاوز اتكلم في حاجتين مهمين جدا. نبدأ بأول حاجة، الأهلي والزمالك. كارثة يا جماعة إن لعيب زي ده ما يلعبش 3 4 مباريات مع النادي الأهلي الفريق الأول. كارثة أقسم لك بالله. الراجل بيلعب في مستوى وليفل عالي جدا، اللعيبه اللي حواليه دي كلها اكاديميات ومستوى معدل بدني كوليكشن تاني خالص. اللعيبه اللي معاه دي دوري انجليزي، مش عارف دوري ايطالي، مش عارف اكاديميه ايه، فالراجل يبقى ظاهر وسطيهم، يبقى الراجل ده تقيل جدا. فنركز شويه، ما نروحش نجيب ب5 و6 مليون واحنا عندنا خامات عاليه وعندنا جوده كويسه. نركز. تاني حاجه، واحد يطلع يقول لي دلوقتي يا كابتن انت كنت بتنتقد الكابتن حسام وبتقول مش عارف الكابتن حسام خده ليه. حمزه عبد الكريم يعمله ده يعلي الانتقاد اكتر على الكابتن حسام. ما كانش بيلعب ليه يا كابتن؟ تمام، وانت كنت محتاج راس حربه وكنت بتلاعب زيكو وعمر مرموش محمد صلاح، ما انت عندك مهاجم جبار. انا قلت لك سانكاري. تحيه لحمزه عبد الكريم.